المحكمة الاقتصادية بتأيد حكم الحبس على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق لمدة 6 أشهر وغرامة 20,000 جنيه في الحكم الصادر ضده في سب وقذف الأستاذة لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات أثناء تأدية وظيفتها بالتفتيش على نادي الزمالك. طبعا الأستاذ مرتضى منصور سب الأستاذة لمياء خيري على جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وده كان سبب انه اتحكم عليه ب6 شهور خلاص واجبة النفاذ. المشكله بقى ان نادي الزمالك لما كان بيدار من خلال مرتضى منصور وكان معاه طبعا المجلس الموقر اللي كان لا حول له ولا قوه، كان مرتضى منصور بيحكم لوحده، ما كانش حد بيتني وراه كلمه. كان مرتضى منصور يقول استغفر الله العظيم يعني انا وبس، ما فيش حد بعدي. عشان كده لما مرتضى منصور مشي تحس انه خد مفاتيح المركب وسابهم في عرض البحر. يعني عارف لما يكون واحد سايق المركب كده هو اللي معاه المفاتيح عشان يشغل الكونتاج بتاع المركب، فجأة خد فلوكة صغيرة كده وسابهم في عرض البحر وخد المفاتيح معاه ورجع الشط تاني، ولا معاهم مجاديف ولا معاهم اي حاجه خالص، وغرقوا ما بقوش عارفين يتصرفوا. لان مرتضى منصور كان في كل لقاءاته مع المجلس اللي كان بيحكم نادي الزمالك وكان بيخرج على مواقع التواصل الاجتماعي، كان المجلس ما بينطقش، ما تلاقيش حد بينطق كلمه، تحس ان انت قاعد في مدرسه وكل اللي قاعدين تلاميذ والمدرس واقف ومحدش يقدر يفتح بقه ومحدش يقدر يتكلم لان مرتضى منصور كان مسيطر. وزي ما قلت لحضرتك تحس انه سابهم في قلب البحر وفي عرض البحر وسابهم وجري. فاللي كان حاصل مجلس اداره الزمالك كان مهزله. مرتضى منصور كان متحامي في الحصانه لما كان عضو مجلس الشعب، لكن لما سقط في الانتخابات الاخيره اصبح عاريا بدون حصانه. علشان كده لما عمل مشاكل او غلط في الناس كابتن محمود الخطيب او الاستاذه لمياء او وغيرهم كتير، اتعرى وبقى عرضة لكل احكام القضاء، هو اللي جابه لنفسه. يعني كان بيغلط ويجري يتدارى في الحصانه، يغلط ويجري يتدارى في الحصانه. لما الحصانه راحت ملقاش حاجه يتدارى فيها، فعلشان كده اصبح ظهره عاريا، وكمان ما قدرش يرشح نفسه في الانتخابات الجايه لانه عرضه انه فعلا ينفذ حكم الحبس، لان الكابتن محمود الخطيب كمان حرك الدعوه اللي كان واخدها ضده اللي هي بسنه مع ايقاف التنفيذ. وفي حال ان مرتضى منصور هينفذ ال6 شهور بتاع الاستاذه لمياء خيري، اذا فهو هينفذ السنه بتاع كابتن محمود الخطيب وفي شهر كمان هينفذه. فالايام اللي جايه هتبقى صعبه جدا جدا على مرتضى منصور، لكن مرتضى منصور اختفى من مشهد نادي الزمالك الى الابد. يعني ما اعتقدش ان مع كبر سنه انه هيبقى في حيل اصلا بعد مرور 4 سنين على الانتخابات اللي جايه بعد اللي جايه دي، هيكون في حيل يدخل اصلا. كمان ولاده امير واحمد خرج، حتى جماهير نادي الزمالك امبارح فضلت تهيص وتهيط في النادي وقالت خلاص ما بقاش في عزبه، لانه كان كل ما يطلع يقول لك انا ناظر عزبه وانا صاحب العزبه انا واولادي. فنتمنى في النهايه لنادي الزمالك كل الخير والحب والازدهار، ونتمنى ان احنا نشوف نادي الزمالك واقف على رجليه تاني، ونتمنى ان نادي الزمالك يتعافى ويعدي من الكبوه اللي سببها المجلس اللي فات بقياده مرتضى منصور والمجلس اللي كان معاه اللي كان لا حول له ولا قوه. وفي نهايه الفيديو ما تنساش لايك وكومنت وشير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.